تعالى اسمعك حدوته جايز تفضل للجيل اللي بعدك. بص يا سيدي، ممكن لو في اي حاجه مغلوطه انا قلتها او كده ممكن نتناقش مع بعض بكل هداوه ونكتب التصحيح بتاعها، لان انا بحكي الحدوته بشكل مبسط للجيل اللي موجود دلوقتي عشان تفضل موثقه ويفضل عارف الحقيقه الكامله. اسف اني استخدمت ايدي كتير. بص يا سيدي، هنسمي الطرفين في القصه دي اللي ما يتسموا وحبايبنا. ده ليه؟ لان احنا حاليا بنتهاجم على السوشيال ميديا ان احنا ممكن فيديوهات بتاعتنا واكونتات بتاعتنا نتحذر مش بايدينا، ولكن ادينا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه عشان نوصل صوتنا. المهم طلع واحد صحفي من اللي ما يتسموا كده وطلع بفكره وراح كاتبها كده، وكانت فكره اقامه دوله للي ما يتسموا كلهم، لان اللي ما يتسموا دول كانوا موجودين في كل حته في العالم، فاهم، منتشرين، ما لهمش بلد وما لهمش ارض وما لهمش اي حاجه. فالمهم تقريبا الفكره عجبت الجميع من اللي ما يتسموا دول يعني، فقال لك ايه، تعالى نعمل حوار. هتعمل ايه؟ بص احنا هنعمل صندوق كبير خلاص، وكل اللي ما يتسموا زينا في العالم هنحط في الصندوق ده كل يوم دولار. يعني هنعمل ايه؟ يعني البعيد هيصبح على اللي ما يتسموا ولو بجنيه، هنصبح كل يوم بجنيه، بدولار انا اسف وبس. ومن هنا قرروا ان هم يكونوا قوه اقتصاديه، اكتر ناس في الدنيا دي يكون معاهم فلوس علشان يقدروا يسيطروا بيها على العالم. طيب جمعنا فلوس والدنيا امان. في الوقت ده كان في الحرب العالميه الاولى، وكان ساعتها الدول الكبرى اللي موجوده هي انجلترا وفرنسا. فاللي ما يتسموا قرروا ان هم يساعدوا واحده من الاثنين، يا انجلترا يا فرنسا، في الحرب. وساعدوا فعلا انجلترا، وانجلترا راحت موافقه لهم ان هو ايه، احنا معترفين بيكم يا باشا، انتوا عالم جميل. طيب وبدات بقى الحسحسه من هنا. اللي ما يتسموا يجي يقعدوا مع حبايبنا، وعادي احنا اخوات واصحاب واولاد عم وفاهم، والجيره والتربه التتيت، فاهم انت. وطبعا انت فاهم احنا كشعب عربي شعب خدوم جدا، او بمعنى ادق مضياف، يعني مش هسيبك تمشي، فاهم، عادي يا عم تعالى خد وعيش معانا، بس مش تاخد مكاني يعني. المهم جت الحرب العالميه الثانيه، وبرضه اللي ما يتسموا ساعدوا فيها انجلترا، وراحوا طالبين من انجلترا طلب كده، ابا انا ساعدتك وروقت عليك، عايز حته ارض. عايز حته ارض يا جدع، غالي والطلب رخيص، معايا حته على البحر تستهلك. ايوه انا عايز الحته الصغيره اللي على البحر، جميله دي عايزها انا يا باشا، اتفضل. وقعدوا هم بقى ايه، قسموا كانها عزبه ابوه. ومن هنا نقدر نقول ان اللي ما يتسموا بداوا بقى ايه، يقعدوا ويكلبشوا ويعيشوا بقى كأن دي ايه، ارض انا. طيب انا بحكي لك بشكل ودي عادي، والحدوته مبسطه جدا عشان تقدر تستوعبها. يعني لو حابب تعرف التفاصيل اكتر والكلام ده كله اعمل سيرش عشان تعرف كل حاجه بالتاريخ والوقت والكلام ده كله، واسامي الشخصيات كمان. وبدا بقى الموضوع يدخل في معاهدات ويدخل في اتفاقات، والاول كانوا اللي ما يتسموا قاعدين في حته قد كده، بعدين بقت حته قد كده، بعدين حته بقت قد كده، فاهم انت، اللي هو الموضوع عمال يوسع 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 لحد ما فجاه حطوا حبايبنا في حته كورنر، فاهم انت، هتقعد هنا بس ماشي، انت هتقعد، ولو جيت عندي فجاه حبايبنا لقوا نفسهم اللي هو اللي بيحصل. لحد ما انا اتولدت الحمد لله وجيت في الدنيا سنه 94، ودي بقى انا شفتها بعيني، وكانت ساعتها اسمها انتفاضه الحجاره. كان حجاره قصاد سلاح، انت متخيل الموضوع؟ انت مستوعب الجرأة؟ انت متخيل ان انا واحد ماسك لك سلاح، فاهم، وانت ماسك لي طوبه، فاهم، بس ومع ذلك انا خايف انا ماسك السلاح وخايف منك. الموضوع بجد قوي جدا، الناس دي بجد ما شاء الله على قلبها، او مش ما شاء الله على قلبها، مكان يا صاحبي. وانا صغير بقى شفت ده بعيني، شفت التحديث بالحجاره والناس اللي كانت بتروح. بلاش اقول لكم على حاجه، اعمل سيرش على واحد اسمه الدره. لما شفت مشهد الدره وانا صغير وهو بيحمي ابنه ساعتها، انا وانا صغير ما كنتش فاهم الموضوع وما اتاثرتش قوي، ولكن لما كبرت بعدها فهمت الموضوع كان بجد قاسي جدا. ويا ريت يشوفوا المشهد ده اللي بره، فاهم، جايز يتعظوا شويه. وعلى يدك يا سيدي من سنة 2000 لو انت مواليد 2000 لحد دلوقتي، وانت دايما بتسمع عن مرضيات ما بين اللي ما يتسموا وما بين حبايبنا. طب يا باشا الموضوع سخن دلوقتي ليه؟ سؤال مهم وحبيتك تسأله. علشان بكل بساطة اللي ما يتسموا ناويين يهدوا المسجد الأقصى. ليه؟ دي حدوتة تانية. هم يا سيدي عندهم معتقد كده غريب جدا، ان دلوقتي ان احنا هنجيب بقرة حمراء هناخدها نذبحها في المسجد ده، فلو ولعت او مسك فيها النار كده الاله تقبلها، وكده نهد يا باشا المسجد ده ويلا نبني هيكل وخلاص كده، ولا في مسيحيين ولا يهود ولا اي كلام. ايه ده عادي كده؟ عادي كده. في الاول كانوا عايزين يذبحوا معزه، وبعد كده دلوقتي جهزوا فعلا 5 بقرات حمر. وعلى حسب المعلومات اللي انا قريتها في الاخبار ان هم كانوا ناويين في نفس اليوم اللي هجم فيه حبايبنا هيعملوا العمله دي، عشان كده حبايبنا هجموا علشان ما يعملوش العمله دي. تذبح مين يا معلم جوه، مين يا معلم بس وانا اسف على اسلوبي في السخريه، ولكن الموضوع كنت حابب ان هو يتشرح بشكل خفيف، لانه هو قاسي بما فيه الكفايه، وبحاول على قد ما اقدر ان انا الطف الوضع، ولكن الوضع فعلا مش لطيف خالص. بس تكمله للقصه لحد ما احنا وقفنا لحد هنا في الوقت اللي انت شايفه دلوقتي وحاضره معايا حاليا سنه 2023. ليه بقى حبايبنا مضايقين اللي ما يتسموا؟ يعني انت لو تلاحظ اللي ما يتسموا متغاظين غيظه، فاهم، تحس ان الموضوع بالنسبه لهم اللي هو يا وليه. عشان بكل بساطه
ايه اللي ما يتسموا عمالين يقولوا لك طول الحياه ايه بقى؟ انا اهم جيش في العالم، انا اقوى جيش في العالم، انا اكتر جيش عندي حاجات حلوه. دخل يا باشا 1000 واحد، 1000 واحد، انت متخيل 1000 واحد بايه؟ بشويه عجل وشويه بلاستيك طايرين ومكن صيني، وهدوا السور اللي ابو مليار دولار هدوه بجرار، فاهم؟ مش انت متخيل الموضوع؟ يعني انت متخيل ان احنا مره كسبنا بخرطوم ميه، احنا يا دوبك رشينا ميه على خط بارليف وعدينا احنا بخرطوم ميه، وحبايبنا كسبوا بشويه عجل وفاهم وطيارات ورق ونطوا عليهم عادي جدا. وده ان يدل على اننا معانا ربنا، فاخشيناهم فهم لا يبصرون. دي حاجات ما تعرفوهاش انتوا، انا قصدي على ما يتسموا، انما انت حبيبي انت عارف. وطبعا طول ما الواحد على حق بيكون قلبه اشد شويه واقوى حبتين 3 4 10، لانه مكان يا باشمهندس. ده انت غريب جدا. ندخل بقى في الشق بتاع ليه مصر مش راضيه تدخل حبايبنا عندنا. طيب ده جزء انا ما كنتش فاهمه ولكن فهمته من الاخبار وهشرحه لك. المفروض يا سيدي ان لما يتسموا عندهم برضه مخطط ما بص احنا مش قاعدين، بص يا باشا ما تدونا الحته دي العالم ده كله فاهم، واقعدوا انتوا في القطب الشمالي يعني فاهم. احنا ممكن نقعد كل واحد فينا يقعد في قاره، احنا نحب نتوزع، احنا كلنا 12 واحد، شعب عجيب جدا. فقال لك ايه بقى اللي ما يتسموا، بما انهم طبعا كلوا احلى قفا على من 1000 راجل قفا يعني، فاتغاظوا الموضوع هب منهم. يا ريس الحقنا في عيال بشويه عجل وحزمه فشخونا. يعني انا صارف ومكلف وانت تقول لي عيال بحزمه؟ وراح العالم كله قال له اوه انت اتحط عليك، اوه انا ما يتحطش عليا، وسخن بقى وراح ايه غباوه، في غباء في الموضوع فاهم. انا مش انسان طبيعي. وقرروا اللي ما يتسموا ان هم يجيبوها على الارض. ليه؟ قال لك احنا هنقطع الميه والكهرباء وكل حاجه عن السكان بتوع حبايبنا، ونضرب كل الاماكن بلا استثناء بجد، كل اي حاجه هنضربها. بص هنرمي صواريخ بالعبيط، حسبي الله ونعم الوكيل. فاحنا هنحذر حبايبنا دول ان اللي هيقعد هنا يا باشا هيموت، فانتوا عايزين مكان نروحوا خشوا مصر. فاللي هو حبيبي انا ما عنديش مانع، تعالى تنور، ولكن هو عايزك تروح والله انت مراجع. يعني اللي هو تعالى نبسطها، انت دلوقتي قاعد في بيتك وجه حرامي راح واخد منك البيت وطردك بره البيت، فانت جيت خبطت على البيت بتاعي وقلت لي مثلا ايه، ما تديني مثلا اي حاجه دافع بيها عن نفسي، عايز اكل عايز شرب، هقول لك اتفضل. عايز ابات عندك يوم 2 3 عشان افكر اعمل ايه عشان اخد شقتي او بيتي تاني، هقول لك ايه اتفضل. طب انت بقى رحت بيتك ولقيت فجاه الحرامي ده بيقول لك باشا انت مالكش بيت، بقول لك ايه ما تاخد اوضه من عند جارك اللي هناك ده وزي الفل وقضيها وخلاص وفكك ومالكش شقه عندي، فانا اقوم اقعدك عندي والتاني ياخد شقتك وبيتك وكل حاجه، فانت كده انت المتضرر مش انا. انا لو عليا عندي من حبايبنا كتير جدا ما عندناش اي مانع. وعشان اقول احقاقا للحق يعني مصر دايما بترحب باي حد، مفيش دوله عربيه بتقدر تعمل ده، احنا دايما بنرحب بده وبنفتح بابنا لده، ولكن هنا ده هيكون ضرر على حبيبي او حبايبنا معنى ادق. وده بقى مخطط تاني خالص، اللي هو اللي ما يتسموا ياخدوا دي وياخدوا دي وتمام فل اتعشت فاهم، واحنا ناخد ده. يابا احنا ده لك يابا، ده انا مخلص لك الدنيا يالا بخرطوم وعجله يالا. مش قادر استوعب بجد، سبحان الله حقيقي. عندهم سلاح وفلوس وتكنولوجيا وحاجات، انا اكسبك بخرطوم ميه والتاني بشويه عجل وبلاستيك يطير فوق خدك الدنيا كل ايه. انت هايف يا ابني. في الاخر انا كنت بحاول احكي لك القصه بشكل مبسط وظريف، فارجوك لو كنت غلطت في اي معلومه او اي حاجه صححها لي ومفيش مشكله يا عم، احنا بنحكي بس الحدوته بشكل مبسط علشان التاريخ وعلشان الجيل ده ما ينساش اللي بيحصل. اتمنى الفيديو بتاعي يعيش، واتمنى في يوم اصور فيديو من داخل المسجد الاقصى. وفي الاخر اتمنى كل واحد حتى لو ما كانش صانع محتوى يحكي الحدوته زي ما انا حكيتها كده بطريقته، ولكن من دون اي تزييف ولا اي حاجه، عشان تفضل الحدوته دي عايشه، لاني حاسس ان الموضوع ممكن يعني يضيع ويتوه بما ان السوشيال ميديا موجوده بره مش بتوري العالم ده ومش بتوريهم القصه الحقيقيه. فتعالوا نحييها من تاني وتفضل عايشه في الذكرى عشان ولادي واحفادي وولادك واحفادك. هي قصه فعلا مأساويه وحزينه ولكن هو تاريخ لابد منه.